السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد، وصفة جديدة كما العادة. اليوم ان شاء الله غادي نصايب معكم غاتو كلاسي بالدموس والشوكولا، الشوكولا البيضاء والشوكولا السوداء. كيجي رائع جدا. نتمنى ان شاء الله تبعوا معايا لا فيديو حتى الاخير باش تشوفوا مراحل التحضير ديال هذا لوغاتو هذا. على بركة الله كندوزو المقادير ديال الطبقة الاولى. عبارة عن براونيز. كنحتاج فيها 100 غرام ديال الزبدة، 150 غرام ديال السكر كلاصي، جوج بيضات، 50 غرام ديال الكاكاو المر، و50 غرام ديال الشوكولا السوداء، و60 غرام ديال الدقيق، وساشي واحد ديال سكر الفاني. كنضرب البيض مع قبصة ملح، كنزيد عليهم سكر سنيده وكنضربهم مزيان حتى كيندمجوا مع بعضياتهم، وداك السكر كيذوب ليا مع البيض. في هذا الاثناء كندير الزبده باش تذوب، وكنضيف الساشي ديال الفاني على الخليط ديال البيض والسكر وكنضربهم مزيان. مورا ما ذوبت الزبده ديالي خليتها حتى دفات شويه، عاد كنزيدها على الخليط ديال البيض والسكر، ما نضيفهاش وهي باقا سخونه. طبيعه الحال الزبده تكون زبده حيوانيه ماشي مارغرين. كنضيف الكاكاو مع التحريك المستمر. كنزيد دقيق وكنستمر في الخلط حتى كيندمجوا ليا جميع المكونات مزيان. في الاخير غنزيد الطريفات ديال الشكلاط، تقريبا واحد 50 غرام ديال الشكلاط هكا مقطع طريفات صغار. وطبيعه الحال الشكلاط قد ما كان زعما نوعيه جيده، فيه واحد نسبه الكاكاو عاليه، قد كيعطي المذاق زوين للبراونيز. كنديرو هكا في المول، يكون عباره 20 سنتيم في القطر ديالو. هنا غلفته بورق الطهي، ممكن نديرو ليه الزبده والدقيق، دهنوه مزيان بالزبده والدقيق، وكندخلو الفران على درجه حراره 180 درجه. هنا البراوني ديالي مورا ما طاب، غندوزو دابا للطبقه الثانيه اللي عباره عن طبقه مقرمشه، وغنحتاج فيها جوج مكونات فقط. كنحتاج هنا 70 غرام ديال الفيتين مع 70 غرام ديال الشوكولا السوداء. كندوب الشوكولا هكا حتى كتذوب مزيان، وكنضيف عليها داك الفيوتين وكنخلطهم مزيان مع بعضياتهم حتى دوك الحبات كاملين ديال الفيوتين يتلبسوا ليا بالشكلاط، باش من بعد ما يبقاو مقرمشين ما يرطبوش ملي يفزقوا. خصنا نتاكدوا مزيان انهم تخلطوا مع الشكلاط كلهم وتلبسوا به. كنخوي على الطبقه الاولى ديال البراونيز، وكنحاول نبسطوا على هذا الشكل هذا التيشد ديال الفورمه ديال المول. غادي ندخلها للثلاجه، وغندوز دابا نحضر لاموس وشوكولا. غنبدا بلاموس الشوكولا الاسود. كنحتاج فيها لا كريم اونغليز، نحضرها هي الاولى. كنحتاج فيها جوج صفار ديال البيض، 25 غرام ديال السكر، 100 غرام ديال الحليب، وجوج وريقات ديال الجيلاتين. غندير الحليب باش يسخن. في هذا الاثناء هذا غادي نطرب الصفر ديال البيض مع السكر حتى كيطرب مزيان، كيتبدل اللون ديالو، ما كيبقاش هكا صفر. كيولي على هذا الشكل هذا. وكنزيدوا عليه داك الحليب مورا ما سخناه مزيان، كنزيدوا واحد الكميه وكنخلطوا، وعاوتاني كنزيدوا شويه، وكنردوا كلشي في الكاسرون، وكنديروا فوق النار مع التحريك المستمر. ما نحبسوش في التحريك حتى كنحس بالخليط ديالي بدا كيعقد شويه. ما نزيدش كثر، الا حسيت بيه صافي بدا كيعقد كنزولو فوق النار. هنا مورا ما عقدت ليا الكريمه، ضفت ليها واحد 200 غرام ديال الشوكولا السوداء، نوع جيد كيتوفر على 70% ديال الكاكاو. هنا من المقطع ما تصورش ليا ديك الساعات، ما لقيتوش في المونتاج. صافي كنخليه واحد شويه حتى كنحس
داك الشكلاط بدا كيذوب صافي كنخلط كلشي هكا، كنخلطو مزيان مع بعضياتهم وغنزيد عليهم دوك الوريقات ديال الجيلاتين مورا ما فزقتهم في الماء، كنزيدهم على هذا الشكل هذا وكنخلط كلشي حتى كنتاكد ان داك الجيلاتين داب ليا مع الشوكولا والكريمه. هنا درت 250 غرام ديال الكريمه، غادي نطلعها بالحق ماشي تطلع حتى تولي شونتي، المهم ما طلعش بزاف، غتولي على هذا الشكل هذا كافي. وغنزيد واحد الكميه على داك الشوكولاط وكنخلط على هذا الشكل هذا من تحت للفوق. كنزيدها بالتدريج على الكريمه الاخرى مع التحريك المستمر دائما هكا من تحت للفوق. حتى كيندمجوا ليا كاع المكونات مزيان وتولي لاموس على هذا الشكل هذا. دابا لاموس ديالي واجده، غادي نخويها على الطبقه المقرمشه على هذا الشكل هذا وكنحاول نبسطها مزيان تاخذ ديال الفورمه ديال الاطار. كنحاول نقد السطح ديالها شويه. صافي وكنغلفها هكا بسلفون وكندخلها الفريغو على الاقل واحد 4 ساعات. وكندوز دابا باش نحضروا اللاموس الثانيه ديال الشوكولا البيضاء، حتى هي غتكون بنفس الطريقه. كنحتاجو فيها لا كريم انجليز نفس العبارات، 2 صفار ديال البيض و100 غرام ديال الحليب و25 غرام ديال السكر، وغنحتاجو فيها واحد 200 غرام ديال الشوكولا الابيض و300 غرام ديال لا كريم فريش و250 غرام ديال الفرماج ماسكاربون و4 ديال الوريقات ديال الجيلاتين ومعلقه صغيره ديال الفاني سائل. بنفس الطريقه كنديروا الحليب باش يسخن وكنضربوا السكر وصفار البيض حتى كيندمجوا مزيان وكيتبدل اللون ديال البيض. هنا زدت عليه الفاني مورا ما سخن الحليب كنزيدوا على البيض تدريجيا. من بعد كنردو كلشي في الكاسرونه وكنديرو فوق العافيه مع التحريك المستمر حتى كتعقد ليا الكريمه. هي الكريمه كي كتكون مورا ما كتعقد، ومجرد ما كتحسوا بها بدات كتعقد شويه زولوها من فوق العافيه كتجي على هذا الشكل هذا. كنزيد على هذيك 200 غرام ديال الشوكولا الابيض حتى هو يكون نوع جيد باش يعطيكم مذاق زوين في لاموس، وكنخليه واحد شويه. من بعد كنخلطو مزيان حتى كنتاكد انه داب ليا مع ديك الكريمه مزيان. نفس الطريقه اللي درتها مع اللاموس ديال الشوكولا الاسود، داك المقطع اللي ما تصوش ليا. دابا كنزيد الوريقات ديال الجيلاتين مورا ما رطبتهم في الماء، كنخلطهم حتى هما مزيان حتى كنحس بهم دابوا مزيان مع ديك الكريمه. هنا كنزيد واحد شويه ديال البافو، هذا اختياري، بذور الخشخاش. في اناء اخر كندير الكريمه، كنزيد عليها داك الفرماج ماسكاربون. بالنسبه للكريمه هنا عندي كريمه حلوه، الا ما كانتش عندكم كريمه حلوه زيدوا عليها تقريبا واحد 3 المعالق كبار ديال السكر كلاصي. كنخلط كلشي مزيان حتى كتطلع ليا الكريمه شويه ما تطلعش ما تعقدش بزاف. الكريمه مورا ما طربتها كتجي على هذا الشكل هذا. صافي كنبدا نضيفها للخليط ديال الشوكولا تدريجيا مع التحريك على هذا الشكل هذا من تحت للفوق باش ما تهبطش ليا الكريم. صافي كنستمر كنضيفها على الكريمه الاخرى وكنخلط كلشي حتى كنتحصل على لاموس
ليس على هذا الشكل. كنتاكد انها تخلطات ليا مزيان. صافي في هذه الاثناء كتكون عندي لاموس ديالي واجده. كنخرج الكاطو ديالي من بعد ما دوز 4 سوايع تقريبا في الفريكو. كنديمو ليه من الاطار. كناخذ واحد شيفون فازك بالماء سخون، كنعصرو وكندوزو على الاطار هكا من الجناب باش يسهل عليا نحيدو. كنغسل الاطار وكنمسحو وكنرجعو عاوتاني على الكاطو. بالحق هاد المره غادي نوسعو على الكاطو شويه، تقريبا بواحد 2 سنتيم من كل جهه، باش يجيني كاطو مقاد. دابا هذا الاولاني فيه 20 سنتيم في القطر ديالو. دابا غنحاول ندير اطار 24 سنتيم تقريبا، نزيد 2 سنتيم من هاد الجهه و2 من هاد الجهه. كنحاول بشويه عليا تنقادو مزيان باش يجي ليا مقاد من كاع الجنيبات. صافي وكنبدا نخوي الكريمه هكا من الجناب هما الاولين حتى كنعمرهم مزيان، عاد كنخوي من الفوق. بالنسبه دابا القطر ديال الكاطو فيه 24 سنتيم. صافي ملي خويت الكريمه كامله غنحاول نقادها هكا، نقاد ليها الوجه ديالها هكا شويه بشويه. صافي كنغلفها هكا بالسلوفان مزيان وكندخلها للفريكو على الاقل واحد 6 ديال الساعات تتشد في راسها مزيان، وعاد نخرجها باش ندير ليها الكلاصاج. ندوز دابا باش نصايب الكلاصاج. كنحتاج فيه 100 غرام ديال الشكلاط بيض و100 غرام ديال الكريمه وورقه واحده ديال الجيلاتين. بالنسبه لهذا العبار هذا دوبليت المقادير باش يلاه كفاني الكلاصاج للكاطو ديالي. يعني درت انا 200 غرام ديال الشوكولاط بيض و 200 غرام ديال الكريمه وجوج ورقات ديال الجيلاتين. كنسخن الكريمه مزيان حتى كتسخن، وكنقطع الشوكولاط طريفات صغار، وملي كتسخن ليا الكريمه كندير عليها ديك الشوكولاط وكنخليه واحد شويه تقريبا واحد دقيقه او اقل. صافي ونبدا نخلط على هذا الشكل هذا باش نتاكد ان كاع الشوكولاط داب مع الكريمه. في الاخير كنزيد ديك الورقه ديال الجيلاتين مورا ما كنعصرها مزيان من الماء وكنخلطها هي مزيان حتى كتذوب ويولي الكلاصاج ديالي ليس وما بقى فيه حتى زعما تكتلات اولا شي حاجه. بالنسبه كما قلت لكم المقادير ديال هذا الكلاصاج اللي عطيتكم انا دوبليت المقادير باش يلاه يكفيوني مع لو كاطو، حيت الكاطو كبير. يعني الا غديروا ما ديروش 100 غرام، دوبليو المقادير 200 غرام ديال كل حاجه باش يغطي لكم الكاطو كامل. هنا الكلاصاج غنزيد عليه واحد شويه ديال الملون الابيض باش نتحصل على كلاصاج ابيض. هنا زدت ملون بودر كنحاول نخلطو مزيان حتى كيندمج ليا مع الكلاصاج. صافي هنا ملي تاكدت ان داك الملون كامل تخلط ليا مع الكلاصاج كنصفيه هكا في الصفايه باش كاع دوك التكتلات اللي كيبقاو نتاكدوا انهم تحيدوا من الكلاصاج باش يبان الكلاصاج فوق الكاطو زوين. ملي وجد ليا الكلاصاج كنخرج الكاطو من الفريكو، كنحاول نديمو ليه بنفس الطريقه بواحد هكا شيفون يكون فازك بالماء سخون، وكندوزو على الاطار بهذا الشكل شويه بشويه حتى كيديمو ليا الاطار وكتحيد بسهوله. انا كناخذ واحد الطبسيل كبير كندير فيها زلافه هكا في الوسط كنحط عليها الكاطو وكنخوي الكلاصاج بهذا الشكل هذا فوق الكاطو شويه بشويه باش تغلف ليا الكاطو كامل. انا كنحيد دوك الدميعات اللي كيكونوا هابطين من التحت. صافي اللي بغى يخلي الكاطو ديالو على هذا الشكل هذا ويزينو هكا من الفوق بالطريقه اللي كتعجبو. انا هنا فضلت ندير ليه هكا الشوكولاط ابيض حكيتو في الحكاكه الرقيقه على هذا الشكل هذا. دخلته الفريغو هو الاول واحد ربع ساعه تقريبا تجمد مزيان تقصح مزيان باش يعطيني
هاد فرتيتي هكا رقيق بلا ما يذوب ليا في يدي. صافي كنبقى نرشو هكا على الكاطو كامل من الفوق ومن الجناب. صافي كنتحصل على هذا الشكل هذا. انا هنا زينت واحد زين بسيط، تقدروا تزينوا بداك الشيء اللي متوفر عندكم وداك الشيء اللي كيعجبكم. انا درت فقط واحد الشكلات ديال بالشكلاط ابيض وشويه ديال الحبيبات ديال الشكلاط، ودرت فوق منهم شويه ديال الملمع البرونز باش يعطيوني هذا اللون هذا. دائما التزيين كيبقى اختياري على حسب الذوق ديال كل سيده وعلى حسب داكشي اللي متوفر عندها في الدار. غادي نقطع واحد المورسو باش تشوفوه كيجي من الداخل. صراحه في المذاق كيجي رائع، كنتمنى ان شاء الله يعجبكم وتجربوه. لاموس الشوكولا كتجي بنينه بزاف حيت درناها بشوكولا حقيقيه، ولاموس ديال الشوكولا البيضاء حتى هي مع الجبن عطاو واحد المذاق رائع. بالنسبه لي ما كيعجبوش البراونيز في هاد الكاطوات هادو ممكن يستغنى عليه ويدير بلاصتو جينواز اللي كان كيفضل الطبقه الاولى تكون هشيشه ورطبه بزاف، حيت البراونيز كيكون شويه شاد في راسو وشويه كيكون معلك. بهذا كنكون وصلت لنهايه الفيديو. كنتمنى الكاطو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. الى الفيديو القادم باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله.